كان في واحد اسمه علاء، شاب طموح جدا. قرر من وهو عنده 25 سنة إنه مش هيصرف على حاجه ملهاش لازمة، وقال جملته الشهيرة: أنا بحوش علشان أعيش بعدين ملك. علاء عاش 10 سنوات حياة تقشف، مش بيخرج، مش بيطلب دليفري، كل يوم فول وطماطم بتترعش. كان بيمشي من الشغل للبيت، وأخيرا وبعد سنين الحرمان فتح دفتره ولقى إن عنده 300 ألف جنيه. فرح وقال: لو شفت اسم النبي صلي عليه بالتعليقات واشترك في القناة ودوس لايك. أنا هعيشها بقى، بحر وسفر وسوشي وأكل فشي. أول يوم خرج فيه راح مول كبير، لبس أحسن هدوم عنده، وطلب آيس كريم ب50 جنيه. وأول ما طلع من المحل جت قطة طارت عليه فجأة من فوق شجرة، واضح كانت بتتدرب في الكاراتيه، وقلبت عليه الآيس كريم كله. قال: ولا يهمني، دي قطة رزق، أنا بقيت غني يا باشا. رجع البيت وهو بيضحك، فتح الموبايل عشان يشتري أول حاجة كان بيحلم بيها: تلفزيون 85 بوصة بشاشة منحنية وصوت محيطي. لكن وهو بيشتري الموبايل فصل شحن. قال: عادي هشحنه بسرعة. ركب الشاحن، فرقع الشاحن والموبايل مات. ولا يهمني، أهو نشتري موبايل جديد برضه. نزل يروح البنك يسحب الفلوس، اكتشف إن واحد بنفس اسمه ونفس البطاقة مسحوبة منها الفلوس بالغلط. جري على خدمة العملاء يزعق، قام وقع من السلم الكهربائي. وهنا وهو واقع قال: يا رب دي تكون مجرد غفوة، وأصحى ألاقي نفسي في الحلم ولسه بحوش. بس الصح بقى إنه صح فعلا، وطلع كل ده كان كابوس. وأول ما صحي قال: الحمد لله، بس أنا هدفع دليفري النهاردة، كفاية حرمان. ومن يومها بطل يحوش، وبقى شعاره: اصرف ما في الجيب يأسيك ما في الغيب.